كلنا عارفين إن رامز جلال بيتعمد كل سنة إن تسيطر حالة من الغموض والتكتم حوالين برنامجه، وده يعتبر نوع من أنواع الدعاية والتسويق للبرنامج. ورامز جلال اختار اسم رامز مريض نفسي علشان يكون اسم برنامجه في موسم رمضان 2021، وهيتم تصويره في دولة المغرب. ومن المتوقع إن فكرة البرنامج هتدور حوالين لقاء الضيف في قصر تاريخي قديم، والقصر ده هيتم فيه التصوير، وبياخدوا الضيف في جولة وبيبتدوا يشرحوا للضيف كل حاجة كانت بتحصل في القصر، وإن كان في أشباح كانت بتظهر للناس اللي كانت بتزور القصر ده، ومع مرور الوقت ما بقاش في أي حاجة بتظهر. ولحظة دخول الضيف في مكان تنفيذ المقلب بيتم انقطاع النور بالكامل، وبعد ثواني بيرجع النور عادي، وده علشان يطمنوا الضيف ويكمل معاهم باقي الحلقة. وفي وسط الجولة الأرض بتبلع الضيف في حفرة عميقة مظلمة بالكامل، ومن هنا بيبدأ المقلب، وبيتفاجئ الضيف بأصوات غريبة كأنها طلاسم سحرية. وبيبتدي يظهر للضيف نار بتخرج من بطن الأرض بتنور المكان بالكامل، وهيشوف هياكل عظمية وجماجم لأشخاص. وفي اللحظة دي بيظهر خيال وكأنه شبح بيظهر ويختفي عدة مرات علشان يربك الضيف ويقتنع إن القصر مسكون ويصيبه بالهلع. وفي النهاية بيظهر رامز على هيئة جن وبيقوم بالهجوم على الضيف، وفي الآخر بيكشف نفسه. واستعان رامز بالإعلامية السعودية لجين عمران علشان هي اللي هتستضيف الفنانين. وبيواجه رامز جلال حاليا بعض الصعوبات بسبب فيروس كورونا، وده بسبب إن بعض الفنانين بيرفضوا السفر والتنقل بسبب خوفهم من الوباء. ورامز جلال انتهى من تصوير ما يقرب من 12 حلقة، والبرنامج ده هيكون من أعلى البرامج تكلفة عن البرامج اللي فاتت، علشان المقلب ده بيعتمد في تصويره على بعض التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية الغالية جدا، وده علشان الموضوع يخرج بالشكل الحقيقي المطلوب. ورامز بيتعامل مع أكبر المصممين الأوروبيين المتخصصين في المجال ده، وهتكون الفنانة نرمين الفقي هي أول الضحايا، وده بعد ما أثارت الجدل بصورة نشرتها على حسابها على الانستجرام مع رامز